السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة أخبار السودان. لو أنت أول مرة بتشاهد القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد بإذن الله تعالى. بادي يؤكد أن الحرب ترمي لتقسيم البلاد والسيطرة على مواردها. أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم أن الحرب التي تشهدها البلاد تجئ في إطار المخطط الرامي لتقسيم البلاد لدويلات توطئة للسيطرة على الموارد والمقدرات بالبلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بميدان المولد بالدمازين فاعليات اللقاء الجماهيري الحاشد الذي نظم على شرف تدشين انطلاقه المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة دحر الميليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة، ذلك بمشاركة أعضاء حكومة الإقليم ولجنة الأمن وقادة الأجهزة النظامية والإدارة الأهلية وقادة ورموز المجتمع ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للاستنفاذ ودعم القوات المسلحة وحشود من المستنفذين على مستوى المحافظات بالإقليم. الحاكم أعرب عن تقديره لمواقف مواطني الإقليم واستمساكهم بعزة الدين والوطن واستجابتهم للانخراط في كتائب المقاومة الشعبية الداعمة للقوات المسلحة، وأشاد بالدور المتعاظم التنظيمات السياسية التفافها حول راية القوات المسلحة، وأكد التزام حكومة الإقليم بتوفير التجهيزات اللازمة لتمكين المقاومة الشعبية من القيام بدورها على الوجه الأكمل، في مقدمتها دحر ميليشيا الدعم السريع المتمردة وفتح الطريق إلى المدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة إغاثة المحتاجين. ووجه قيادة الفرقة الرابعة مشاة واللجنة العليا للاستنفاذ لتجهيز عدد 5000 مقاتل والزحف نحو ولاية الجزيرة لدحر وحسم التمرد. وأعلن عن تأييده لقرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الرافضة للتفاوض مع الميليشيات المتمردة وحاضنتها السياسية، ووجه كافة المواطنين التعاون مع الأجهزة النظامية من أجل توقيف المتورطين المتعاونين مع التمرد. وجدد الدعوة للقائدين عبد العزيز الحلو وجوزيف توكا للاستماع للصوت العاقل والمساهمة في بناء وحماية البلاد، معلنا عن دعمه ورعايته لمبادرات الإدارة الأهلية الرامية لتشجيع حاملي السلاح للعودة لحضن الوطن. اللواء الركن شمس الدين موسى عبد الله قائد الفرقة الرابعة مشاة أكد جاهزية القوات المسلحة لدعم المقاومة الشعبية دحرا للتمرد بمواقعه المختلفة. وتحدث في اللقاء على كل من الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للاستنفار ودعم القوات المسلحة، والأستاذ عبد العاطي محمد الفكي ممثل القوات السياسية. كما تحدث في اللقاء الأستاذ يوسف الهادي يوسف محمد محافظ محافظة الدمازين، والأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان تدشين المقاومة الشعبية، والمك يوسف حسين ممثل الإدارة الأهلية وممثلين للرعاة والمزارعين والمرأة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت أول مرة تشاهد القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد بإذن